بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأزكى صلوات الله وتسليماته الزاكيات المباركات على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي، أيها الجمع الكريم، أحييكم تحية مباركة من عند الله، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع مقاماتكم الرفيعة، حفظكم الله وبارك فيكم. وشكر الله لمؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفرو آسيوية على عقد هذا الملتقى الكريم المبارك، وعلى الأستاذ سعيد على حسن التقديم لهذه الكلمات الطيبة المباركة والترحيب بهذا الجمع الفياض. عالمنا الإسلامي وعالمنا الإنساني يعيش كلاهما مأزق التصنيف ومخاطر الإقصاء، ونحن نتحرك بين مساحتين: مساحة أمة الإجابة وهم معشر أهل الإسلام، ومساحة أمة الدعوة وهم معشر الإنسانية على اختلاف عقائدها وأجناسها ولغاتها. في إطار أمة الإجابة نعاني طغيان دعاوى التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل على الصعيد العقدي والفقهي، كما نعاني كذلك على صعيد تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم وتفتيت المفتت في أوطاننا، إما على أساس عرقي أو مذهبي أو طائفي أو ديني. وعلى المستوى العالمي نعيش أيضا طغياء هذا التصنيف والإقصاء على المستوى العقدي والسياسي، في ظل اختلال المعايير واضطراب الموازين، على حتى مستوى المنظومة الدولية التي جاءت في الأصل ترسيخ قيم العدل والسلام والأمن الدوليين، ولكن وقع الاضطراب خاصة إزاء قضايا عالمنا الإسلامي. فالحاجة إلى تعزيز القواسم المشتركة على المستوى الإسلامي والإنساني غدا حاجة ملحة، بل هو من فرائض الوقت وواجبات الساعة. وأختصر كلمتي في ذكر المرتكزات المؤسسة لفقه التعايش والشراكة الإنسانية في 7 مرتكزات. المرتكز الأول الإيمان بوحدة الأصل الإنساني، فكل الناس ينتمون في باب العبودية لله رب العالمين والبنوة لآدم: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. الأساس الثاني الإيمان بأن الكرامة لمطلق بني البشر: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه كرامة بوصفه آدميا، أنه مخلوق من قبضة طين ونفخة روح، وأمرت الملائكة بالسجود له، وعلمه الله تعالى الأسماء التي هي مفاتيح العلوم واللغات، فالكرامة له بوصفه آدميا. الأساس الثالث إعمال الأخوة الإنسانية أولى من إهمالها، والله سبحانه وتعالى ذكر مستويين للأخوة: هنالك الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، هذه في أعلى المراتب وأرقاها وأزكاها، لكنها لا تنافي ما سواها من أنواع الروابط التي تنشأ بين بني البشر. فهنالك أخوة الدم والرحم والنسب والمصاهرة والقبيلة، وهنالك الأخوة الإنسانية. والله تعالى ذكر في القرآن هذه الأصناف: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. فهؤلاء كذبوا نوحا عليه السلام وجحدوا نبوته وكفروا برسالته، وأثبت القرآن عقد الأخوة: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأشهد أن العباد كلهم إخوة.
فهذه أخوة إنسانية. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم فإن له طرقا يتقوى بها يرتقي إلى درجة الحسن. إذن إعمال الأخوة الإنسانية أولى من إهمالها. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه لمالك بن الأشتر حين ولاه ولاية مصر: الناس صنفان، إما أخ لك في الإسلام وإما نظير لك في الخلق، أي أخوك في الإنسانية. المبدأ الرابع الإيمان بأن الاختلاف بين بني البشر في العقائد وفي الأجناس وفي اللغات وفي الألوان واقع بمشيئة الله ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وهذا الاختلاف لا يقف عند حد اللون أو الجنس أو العرق أو البشرة، بل يتعداه إلى عالم الأفكار والعقائد. فلا بد من أن نؤمن بأن التعددية الدينية كما التعددية الحضارية كما التعددية في الثقافات واقعة بمشيئة الله تعالى ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه. المبدأ الخامس أن ثمرة هذا الاختلاف الواقع بين بني البشر هو التعارف. قال الله تعالى: لتعارفوا. ولتعارفوا تشمل 3 معاني: حصول التعارف بينكم النافي للجهالة، ثم تبادل المعارف والعلوم الناشئة عن هذا التعارف، ثم حصول المعروف بذلا بينكم في العلائق. إذن فثمرة هذا الاختلاف هو التعارف المفضي إلى التعايش والتعاون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية يحسبها كثير من المسلمين أنها خاصة بالتعاون بين معشر أهل الإسلام، لكن سياق الآية يدل على أنه مطلق التعاون الذي ينشأ بين بني البشر بصرف النظر عن العقائد والأديان والثقافات. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم هذا على العدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، أي حيثما وجد مشترك إنساني أو ديني أو حضاري يمثل قاسما بين كل هذه الأطراف فعلينا أن نشد عليه الوثاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أن لي به مثل حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. كان هذا الحلف أنشأه الزبير ابن عبد المطلب وبعض أشراف مكة نصرة للمظلوم وردعا للظالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت به في الإسلام لأجبت. وهذا يشير إلى أن ثمرة هذا الاختلاف التعارف المفضي إلى تحقيق التعاون والتعايش في كل ما هو مشترك إنساني وديني وحضاري. المبدأ السادس هو أن السبيل لحل علاج المختلف فيه دينا وعقائد هو الحوار، والحوار مسلك مدني حضاري سلمي. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وكلمة التي هي أحسن صيغة تفضيل، يعني إذا وجدت طريقتان إحداهما حسنة والأخرى أحسن فنأخذ بالتي هي أحسن وأجود وأطلب وأتقن، وليس بالتي هي أخشن. فهذا هو الحوار، وهذا هو مسلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وقال الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فالمنهج لإقناع الآخرين بصحة المعتقد يكون عبر أداة هذا المسلك المدني الحضاري السلمي، وهو أداة الحوار. والنقطة الأخيرة التي أختم بها وهي السابعة هي أن قانون العيش المشترك حددته آية البر. ما داموا مسالمين لنحقق هذا العيش المشترك وهذا التعاون الخلاق وهذه القواسم بين جميع بني الإنسان، قال الله تعالى: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر جماع حسن الخلق. بل إن هذه الكلمة ارتبطت بأعظم العبادات بعد التوحيد، وهي الإحسان إلى الوالدين،
ذكرت في سياق التعامل مع غير المسلم لتحقيق هذا العيش المشترك. ثم القسط يحتمل أمرين، يحتمل العدل، والعدل أن تأخذ الحق الذي لك وتؤدي الواجب الذي عليك، ثم مقام فوق العدل وهو مقام الفضل والإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك قامت حضارتنا الإسلامية وعاش في كنفها أنماط من هذه الأجناس والأديان واللغات ووسعتهم جميعا. لما جاءت قضية الأسلمة والتعريب، دول شمال إفريقيا انتمت إلى الحضارة الإسلامية لغة ودينا، وأقباط مصر انتموا إلى الحضارة الإسلامية ثقافة ولغة وليس دينا، ووسعتهم الحضارة. وكذلك أجناس كثيرة من الهند والفرس والترك والمغول والحبش والبربر انتموا إليها دينا وليس لغة، ووسعتهم الحضارة. والآشوريون والكلدانيون عاشوا في كنف هذه الحضارة، ولم يكن هنالك لا تصنيف ولا إقصاء، ولم ينتموا إليها لا دينا ولا لغة. كل هذه الأجناس وسعتهم هذه الحضارة بسعتها في التعامل مع الآخرين. ولذلك لا بد، والعالم اليوم يعيش هذا الاضطراب، أن نعزز العيش المشترك في ظل وحدة معيار واستقامة ميزان القائم على العدل الذي لا يقصي أحدا، ويمكن لكل إنسان أن يعبر عن فكرته وعن رأيه ومعتقده ما دام بنهج سلمي حضاري، دون أن يقع فيه تعد للآخرين، لا للرموز ولا للأديان ولا للمقدسات. ويبحث الناس عن مثل هذه القواسم المشتركة التي أمتنا بحاجة إليها. نحن نحتاج إلى تعزيز هذه القواسم في إطار أمة الإجابة، ونحتاج إليها في إطار أمة الدعوة على مستوى هذا الكوكب الذي نعيش فيه جميعا. والله تعالى يقول: والأرض وضعها للأنام، لكل الأنام، ليحقق فيها مصالح الوجود ومصالح العيش المشترك. أكتفي بهذا وأختم بما قاله علي رضي الله عنه حينما ولى مالك بن الأشتر ولاية مصر، وقال له: الناس صنفان، إما أخ لك في الإسلام وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.